السلام عليكم الاخوان، بخير هانيه كلشي مزيان، الاحوال طيبه. دراري غادي نشارك معكم اليوم. شحال من واحد كيسولني كيقول لي اش من علف كنعطي للدجاج ديالي. دابا غادي نوريكم شنو كنعطيهم في شهرين الاولى ديالهم ديال الكتاكيت، وكنزيدهم واحد النسبه تقريبا ديال القمح، واحد 50% ديال القمح و50% ديال النخاله. وبعض المرات راه تنزيد معاهم حتى الخبز. راه حتى هو راه زوين. هادشي راه الفلالس اللي عندهم شهرين تقريبا. اما هادوك الاخرين راه تقريبا راه خصك تعطيوهم الديماراج ضروري، الديماراج البروميير. اما الفلالس اللي عندهم شهرين ماشي مشكل الا عطيتوهم غير النخاله مع القمح، راه مزيانه. ولا شي حاجه اخرى، مهم شي حاجه اخرى اللي يستافد منها الكتكوت بحال النخاله والقمح راه مزيانين. هادوك انا اللي كنقدم للفلالس ديالي. هما الاخوان راكم دابا غادي تشوفوا كيفاش الطريقه. راه كنزيد عليه تقريبا واحد 2 سطيلات بحال هادو، كنزيدهم على النخاله 2 سطيلات تقريبا. 2 سطيلات يكونوا عامرين مزيان. عاد كنبداو عاوتاني نخلطو. وهاد القمح هذا راه مفيد، فيه المنافع بزاف للدجاج. غادي يطلع لكم الدجاج مخير مزيان. وملي كنخلطوا هاد المكونات كاملين راه تنخلطوهم مزيان. تنخلطوا النخاله مع هاد القمح هذا مزيان، كنخلطوه مزيان باش يتدمج بيناتهم. عاد يمكن لينا باش نقدموه للفلالس ديالنا. وغادي تقريبا غادي نزيدوه دابا شويه ديال الماء، غير شويه ماشي بزاف. دابا نشرح لكم الطريقه. ها انتم كما كتشوفوا دابا راه غادي نفرق عليهم، حيت هما كثار. غادي نفرق عليهم في التخليطه هذه العجيبه. ها انتم كما كتشوفوا. عاد نديرو عليه الماء. ها انتم كما كتشوفوا راه عمرت ليهم هاد الطاوات هادو. دابا راه غادي غير نزيد عليهم الماء. غنوريكم كيفاش نزيد عليهم الماء ونقدموه ليهم. المهم الاخوان راه هكا كتكون التركيبه. راكم شفتوا كلشي على عينيكم. راه فيها واحد النسبه اللي مزيانه ديال البروتين الفلوس، فيها بزاف. ملي كدمجهم راه